مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ دي اللي قدامكم يا جماعه طوابير حجز عربيات بي ام دبليو في مصر، وده اللي انا كنت بقوله قبل ما الوكيل ينزل عربياته. بقول مش عايز اشوف طوابير، عايزين الموضوع على الهادي يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده الطابور ده ممتد لجوه. حبيبي حبيبي، الطابور ده ممتد لجوه كده، وما شاء الله يعني في حجز اتقفل الحجز المفروض بعد العدد ده. يعني الناس دي خلاص اللي هتحجز، الناس اللي حجزت العربيات دي او الناس اللي مستنيين يدخلوا دلوقتي، بعد ما يدخلوا باب الحجز النهارده اتقفل. حلو كده، هم واخدين مثلا بتاع حوالي 200 300 عربيه حاجه زي كده. بس ده توكيل بي ام دبليو ميني في مصر. ف ما ينفعش يا جماعه، والله ما ينفعش اللي احنا شايفينه ده. انا قلت لكم 100 مره قبل كده ان المنظر ده للتوكيلات بيخلي التوكيلات اللي هي تزود، بس طبعا الناس مضطره انها تعمل كده علشان الجنيه قيمته بتقل، فكل واحد عايز يحط فلوسه في حاجه. انا كمان ما دخلتلكمش جوه، يعني انا ما دخلتش جوه اوريكم المنظر عامل ازاي. طبعا في ناس كانت هنا من الصبح بدري، بس فانا هكتفي بالقدر ده و بس مش هوريك اكتر من كده. توكيل بي ام دبليو في مصر جلوبال. انتوا اللي بتخلوا التوكيلات تزود، انتوا اللي بتخلي التوكيلات تعمل كده. المنظر اللي انتوا شايفينه ده لما بيوصل لاي حد ماسك وكيل في مصر، انتوا اللي بتخلوه ان هو يرفع سعر العربيه مره واثنين وثلاثه وعشرة. ليه حق، يعني بعد المنظر اللي انا شايفه ده ليه حق ان هو يزود. ليه حق لما يبقى في طوابير زي دي، ربنا يزيدهم والله العظيم، انا ما بقولش حاجه، بس دي طوابير على الاقل عربيه بمليون جنيه. ليه حق لما الوكيل، لاي وكيل لعلامه تانية، يشوف المنظر ده قدامه يرفع سعر العربيه مره واثنين وثلاثه؟ ولو ما رفعش سعر العربيه بيعمل ايه؟ بيزود سعر الصيانات. ولو ما رفعش سعر الصيانات بيعمل ايه تاني؟ ها اكتبوا لي بقى انتوا في الكومنتات. اوفر برايس وموزعين وهكذا. يلا هسيبكم مع المنظر الجميل ده، نقرب لكم كده شويه عند ال جي. توكيل بي ام دبليو وميني في مصر اهو. ده جوه ضرب نار على فكره، ما حدش بيعرف يدخل جوه. يعني المنظر اللي انتوا شايفينه ده غير جوه. لك ان تتخيل ان دي عربيات، الناس دي واقفه على طابور عربيات بمليون جنيه. يلا عايزين اي حاجه يا شباب؟ يلا سلام.